فيديو تم نشره قبل 9 سنوات توقع حرب روسيا مع أوروبا وقطع الغاز عنها وجعلها مظلمة، وخطة بوتين لتمزيق الغرب. الشتاء القادم سيكون باردا للغاية على أوروبا، ليس بسبب العصر الجليدي ولكن بسبب عدم وجود الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي هو عصب الحياة في أوروبا، بدون غاز ستتوقف عجلة الاقتصاد كما سيفقد الأوروبيون كل وسائل الرفاهية. قد لا يصدق الكثيرون أن هناك حربا بين روسيا وأوروبا، لكنها حرب من نوع آخر، إنها حرب طاقة مدمرة. سيروح ضحيتها ملايين الأوروبيين الذين سيفتقدون الدفء في عز الشتاء. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال: شتاء صعب ينتظرنا، والأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة. لكن ما سيصدمكم أكثر هو وجود مقطع فيديو كرتوني تم نشره قبل 9 سنوات تحدث عن أمور كثيرة وأحداث مخيفة، من بينها قطع روسيا الغاز عن أوروبا في عز الشتاء. ما أشار له ذلك المقطع الكرتوني ها نحن نراه اليوم يتحقق. هذه مخططاتهم يتم تسريبها بين الفينة والأخرى. هذه الفيديوهات الغامضة غالبا ما يتم التعامل معها بسخرية إلى أن يتحقق محتواها. فهذا الفيديو مثلا أشار أيضا إلى وقوع أزمة اقتصادية، حيث تظهر البنوك وهي مغلقة بألواح الخشب، ربما لتفادي وقوع عمليات السطو. أيضا أشار الفيديو إلى التضخم وفقدان الأموال لقيمتها، حيث احتاج أحد الأشخاص لكيس من المال فقط لشراء مناديل أو ما شابه ذلك. لنعد لموضوعنا اليوم. تعاني أوروبا من أزمات كثيرة. روسيا تعرف من أين تؤكل كتف أوروبا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن روسيا تريد تدمير الحياة الطبيعية لكل مواطن أوروبي، وأضاف أن روسيا تحاول الهجوم على أوروبا بالفقر والفوضى السياسية، إذ لا تستطيع الهجوم بالصواريخ بعد. وجاء حديث الرئيس الأوكراني بعد ساعات من إعلان روسيا أن خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى أوروبا لن يعاد فتحه كما هو مخطط. واتهمت أوروبا روسيا باستخدام إمداداتها من الغاز لابتزازها وسط الصراع في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو. وارتفعت أسعار الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وقد يؤدي شح الإمدادات إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر. وتتزايد المخاوف من أن العائلات في الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على تحمل تكلفة التدفئة هذا الشتاء. وتفكر الحكومات في شتى أنحاء القارة في الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة. وتعد ألمانيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من تعطل الإمدادات الروسية، وأعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو يوم السبت. وأجبرت المواجهة الحالية مع روسيا الدول الأوروبية على العمل على زيادة إمدادات الغاز الخاصة بها. ورفعت ألمانيا احتياطي المخازن من أقل من النصف يونيو إلى حوالي 84% في الوقت الحالي. وتسعى أوروبا لتخلص نفسها من الاعتماد على الطاقة الروسية في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا. إن التهديد الأكبر للتحالف الأوروبي قد لا يكون هو عدم إحراز تقدم في إنهاء العنف المتصاعد في أوكرانيا كما كان الحال حتى الآن، بل الهدوء النسبي في الصراع، والذي قد يسمح لموسكو بإغراء بعض الدول الأوروبية للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات، خاصة إذا استمرت أزمة الطاقة في التفاقم. ومن المفارقات أنه من خلال الاستسلام لوهم السلام يمكن أن ينتهي الأمر بأوروبا والغرب إلى إطالة أمد الحرب على حساب الجميع. فالضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدول الأوروبية بدأت تحدث عواقبا مقلقة في السياسة الأوروبية. ففي بلدان مثل إيطاليا وفرنسا تستخدم الأحزاب القومية الشعبوية واليمينية تكاليف الحرب لحشد الدعم الشعبي لها، وتجادل بأنه من خلال معاقبة روسيا واعتناق الأجندة الخضراء
تعمل الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على تغذية التضخم وتفريغ الصناعة وتدمير الوظائف، وقد كان أداء هذه الأحزاب قويا. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأوروبا هو عودة الانقسامات الجيوسياسية القديمة، فهناك الانقسام المتزايد بين شرق القارة وغربها، حيث تدعو الدول الواقعة على حدود أوكرانيا مثل دول البلطيق وبولندا إلى زيادة العقوبات ضد روسيا والدعم العسكري القوي لأوكرانيا، بينما بدأت الدول في أوروبا الغربية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا تميل نحو التسوية مع روسيا. والانقسام الثاني بين الشمال والجنوب، وهو الانقسام الذي أوشك على تمزيق منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمان، ومع احتمال حدوث ركود على المدى القريب وربما حتى تضخم مصحوب بالركود، فإن الفرق في تكاليف الاقتراض بين الدول الأعضاء في شمال وجنوب الاتحاد الأوروبي لا سيما بين ألمانيا وإيطاليا آخذ في الارتفاع. هذه الانقسامات هي بالضبط ما كان يأمل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واقتناعا منه بأن الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا ضعيفة وفاسدة أخلاقيا. اعتمد الزعيم الروسي على افتراض أن وحدة الغرب بشأن أوكرانيا سوف تنهار، ويمكن أن تنهار في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة بسبب لعبة القط والفأر على الغاز وخلق أزمة غذاء عالمية عن طريق منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. إضافة إلى اتباع استراتيجية الأرض المحروقة في أوكرانيا، وقد يراهن بوتين على أنها مجرد مسألة وقت حتى يتم تفكيك الغرب بدءا من أوروبا. تدرك موسكو أن العقوبات تلحق أضرارا جسيمة بروسيا، فقد اعترف بوتين بهذا الأمر في العلن، ويعرف الكرملين أيضا أن الضرر سيزداد بمرور الوقت، لكن حساباته تشير على الأرجح إلى أن أوروبا ستنكسر أولا بالنظر إلى وحدتها الهشة، وستسمح له الضغوط الداخلية في القارة بتحقيق أهدافه الحربية في أوكرانيا، وربما عاجلا أم آجلا العودة إلى العمل كالمعتاد مع أوروبا أو على الأقل مع بعض الدول الأوروبية. وكما يرى الكرملين فإن الانقسامات ونقاط الضعف في أوروبا ستمنع سيناريو طويل الأمد تتحمل فيه روسيا التكاليف الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لغزوها. فما رأيكم أعزائنا المشاهدين؟ شاركونا الرأي بالتعليقات أسفل هذه الحلقة، وإن نالت إعجابكم قوموا بالضغط على زر الإعجاب وشاركوها جميع أصدقائكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة.